بعد موسم للنسيان، احتل فريق الرجاء الرياضي البيضاوي الرتبة الخامسة في ترتيب البطولة الاحترافية المغربية إنوي، وأقصي من دوري أبطال إفريقيا في دور المجموعات، وأقصي كذلك من كأس العرش على يد فريق من الدرجة الثانية وهو فريق الاتحاد الإسلامي الوجدي. غابت النتائج على الفريق وغاب الأداء كذلك، خصوصا في بداية الموسم، إلا أن النتائج تحسنت مباشرة بعد التعاقد مع الإطار التونسي سعد جردة الشابي، الذي عرف كيف يحصد بعض النتائج الإيجابية خصوصا في البطولة. ولهذا سنختار أفضل تشكيلة لهذا الموسم، هي التشكيلة التي خاضت المباريات مع الإطار لسعد جردة الشابي، وهي على الشكل التالي: نتمنى لفريق الرجاء الرياضي البيضاوي أن يحسن أداءه في الموسم المقبل، ويتعاقد مع لاعبون آخرون يساعدون اللاعبين الحاليين، ويحافظ على بعض الركائز الأساسية والتي قدمت مستوى لا بأس به أو مقبول على الأقل.